صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من المشجع اف ام. طبعا مع اقتراب كاس العالم خلونا كده نبدا ان احنا نراجع مجموعات كاس العالم ونبدا ندي كده بعض التوقعات لدور المجموعات في كاس العالم امريكا كندا المكسيك 2026. طبعا بنبدا مع المجموعه الاولى اللي بتتكون من المكسيك، تشيك، كوريا وجنوب افريقيا. طبعا المكسيك فريق غني عن التعريف، بتلعب الافتتاح للمره السادسه ويمكن المرة الثانية في تاريخها قدام منتخب جنوب أفريقيا. المكسيك حاليا هو المرشح رقم 15 على العالم حسب التصنيف الأخير للفيفا. ودايما المكسيك واحدة من المنتخبات من السكان الأصليين لكأس العالم. يمكن المكسيك في السنوات الأخيرة نجحوا بشكل كبير جدا على مستوى قارة أمريكا الشمالية، كسبوا الكأس الذهبية وهي تعادل كده كأس الأمم الأفريقية عندنا، وكسبوا دوري الكونكاكاف. بقيادة مين بقى؟ مين المدرب بتاعهم؟ خافيير أجري، المدرب السابق أو المدير الفني السابق لمنتخب مصر. طبعا منتخب المكسيك معروف ان هو بيعتمد دائما على فكرة الاستحواذ وعلى فكرة الاداء الجميل. بعض الناس بتشبهه بالبرازيل والارجنتين مع طبعا الفارق في المستويات. نقدر نقول ان المكسيك فريق قوي، فريق جاهز للتأهل والذهاب بعيدا في المونديال. يمكن كمان فكرة انه بيلعب على ارضه او على الاقل مباريات المجموعة هتكون على ارضه، واعتقد مباراة دور ال 32 في حالة الصدارة هيلعبوا على أرضهم، فدي بتديله دفعة قوية جدا للمضي قدما في كأس العالم. طبعا أشهر لاعبي منتخب المكسيك هو أوتشوا الحارس التاريخي اللي هيشارك للمرة السادسة في كأس العالم، بالإضافة لراؤول خيمينيز مهاجم نادي فولهام. طب مين بينافس المكسيك في المجموعة؟ طبعا بيجي المنتخب الأسيوي أو النمر الأسيوي، منتخب كوريا الجنوبية بقيادة سون، وبتشكيل معظمه من المحترفين من خارج كوريا، سواء بنتكلم على أوروبا أو بنتكلم على الخليج. دايما منتخب كوريا من المنتخبات اللي عندها تقاليد في كأس العالم. خدوا رابع في 2002، في 2022 وصلوا لدور ال 16. مهما كان بقى شكل المجموعة، مهما كان صعوبة المنافسين، دايما كوريا من الفرق اللي بتؤدي بشكل قوي. ربما المنتخب الكوري على مستوى الاداء تراجع شويه في اخر سنتين ثلاثه، ولكن ظهوره الدائم في كاس العالم برضو بيديله شيء من الثقه لاي حد بيحب بقى صن او بيشجع المنتخب الكوري. فالمنتخب الكوري بيظهر في كاس العالم للمره ال11. المنتخب الثالث هو منتخب التشيك. طبعا لما تيجي تسمع كده منتخب التشيك كله يرجع بالذاكره ل 2004. المنتخب التشيك صاحب الاداء الجميل في يورو 2004 بقياده بافل نيدفيد ويان كولر وميلان باروش. يعني التشكيل الذهبي والتاريخي لمنتخب التشيك طبعا كان في دوديتش حارس المرمى. لكن اللي هنشوفه في كاس العالم هيبقى مختلف شويه. منتخب التشيك بالتشكيله الجديده، آه، يعني بقياده يمكن اشهر لعيب فيهم هو باتريك تشيك اللي كان مرشح للانتقال لنادي ارسنال في الميركاتو اللي فات. هتشوفوا فريق صلب، فريق بدنيا اقوى، فريق شبه كده صربيا وشبه المنتخبات اللي بتلعب بتاعت اوروبا الشرقيه. طبعا في الوقت الحالي تشيك هو المصنف ال 45 على العالم. ولما نيجي نبص كده على مجموعتهم في التصفيات، يعني ربما كانت مجموعه سهله الى حد ما، كان معاهم بس كرواتيا، فكان تأهلهم أمر يعني مفروغ منه. المنتخب الأخير في المجموعة هو منتخب جنوب أفريقيا بقيادة هوجو بروس، بالإضافة بقى لتشكيلة من سان داونز وكايزر تشيفز وأورلاندو، التشكيلة المحلية بالمستوى الكبير يعني. يمكن منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم اللي فاتت أظهر أو ظهر بشكل سيء جدا. كانت التوقعات ان منتخب جنوب افريقيا ممكن يوصل سيمي فاينل، ممكن في اسوأ الظروف يقدر ان هو يعمل نتائج قويه في المجموعه ويوصل دور الثمانيه، لكن جنوب افريقيا لم تؤدي بشكل جيد. وربما الاعتماد على الكتيبه المحليه قد لا يكفي منتخب جنوب افريقيا للتاهل للدور الثاني. توقعاتي الشخصيه حاسس كده انها هتبقى مجموعه التعادلات، ففي ماتشات كتير في المجموعه دي مرشحه انها يعني تنتهي بالتعادل. يعني شايف ماتش كوريا والتشيك، شايف ماتش المكسيك والتشيك، شايف ماتش حتى جنوب افريقيا وكوريا. دي مباريات ربما تنتهي بالتعادل بقى، سواء الايجابي او السلبي. طبعا من وجهة نظري المكسيك هي الاقرب للصداره، وهنشوف على المركز الثاني صراع ما بين التشيك ومنتخب كوريا الجنوبيه، ولكن نسبيا برشح منتخب التشيك لاحتلال المركز الثاني، وكوريا اكيد هتتأهل كأفضل ثالث.
اهميه المجموعه دي بالنسبه لنا ان متصدر مجموعه منتخب مصر هيواجه ثالث المجموعه الاولى كخيار اول، واعتقد المجموعه دي ممكن يكون منها منتخب ثالث زي ما قلت. يعني لو افترضنا كوريا او التشيك كسبوا جنوب افريقيا وتعادلوا مع بعض في 4 نقط، اعتقد 4 نقط هيبقوا كافيين جدا انه الفريق يضمن التاهل ضمن افضل توالت. دي كده توقعاتي بالنسبه للمجموعه الاولى. اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لمين المتصدر ومين ممكن يتاهل المركز الثاني، وهل المجموعه دي يبقى فيها حد يصعد كاحسن توالت ولا لا. شكرا ليكم، سلام.